أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نهى عباده عن سوء الظن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ورسول رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واتبعوا ما أمركم الله به، واجتنبوا ما نهاكم عنه، فإنكم على أعمالكم محاسبون، وعليها في الآخرة مجزئون. إن خيرا فخير، وإن شرا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. عباد الله، معنى سوء الظن يمتلئ القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يرفع على اللسان والجوارح، أو هو التهمة والدخول للأهل والأقارب والناس في غير محله. قال تبارك وتعالى: ويؤدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وينقسم سوء الظن إلى قسمين: سوء الظن بالله، ثانيا سوء الظن بالمسلمين. ما يسبب فاعله؟ أولا سبب في استحقاق لعنة الله وغضبه، ثانيا سبب من المشكلات العائلية، ثالثا من مسائل الشيطان أو من مداخل الشيطان الموقعة في كبائر الذنوب، رابعا لسبب في مرض القلب، خامسا لا نفع من عبادته ما دام يظن السوء بغيره. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله قد حرم على المؤمنين دمه، أو إن الله حرم على المؤمن دمه وماله وعرضه وعلمه وأن يظن به ظن السوء. عباد الله، من الناس أقوام يسيئون الظن بالناس، وقد يصل بأحدهم المال أن يسيء الظن بأمه وأبيه وأخته وأخيه وجاره وصديقه وقرينه وذي رحمة. ظنون بالشر يفسر الكلام والأفعال تفسيرا داله عليه الوهم. قال العلماء: سوء الظن يدمر صاحبه فيقطع رحامه ويشتت أصداقه. عباد الله، إن سوء الظن بالأب والأخت والأم أو الأب والخال والخالة وبين الأمر أو بأحد الأقارب قد يجر إلى قطيعتهم، وقد يصل الحال إلى تعريف الأبناء عليهم ونهيهم عن صلتهم. فالحذر من سوء الظن فإنه جانب من الشرور عظيما. أيها المسلمون، لقد أمر
اجتناب سوء الظن. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. عباد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن سوء الظن في صحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد النهي عن سوء الظن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.